الفترة اللي فاتت انتشر فيديو على السوشيال ميديا عن واقعة غريبة ومقلقة جدا حصلت في أحد مستشفيات أمريكا. الفيديو كان لأم بتقول إنها لسه والدة جديد، بس فرحتها بمولودتها ما كملتش ساعات، وفجأة دخلت عليها ممرضة وبلغتها خبر صادم. قالت لها طفلتك اتولدت بوزن أقل من الطبيعي وممكن يكون في خطر على حياتها. لحد هنا الموضوع كان صعب شوية على الأم، لكن اللي جاي كان أصعب بكتير. الممرضة قالت للأم إنهم عملوا فحوصات روتينية للبن الطبيعي بتاعها، والنتيجة كانت إن لبنها بيحتوي على مواد مخدرة. الأم اتصدمت ونفت الكلام ده تماما، وقالت إن عمرها ما تعاطت أي نوع من أنواع المخدرات. لكن الممرضة قالت لها مش شرط تكون مخدرات بشكل دايركت، ممكن تكون حاجة دخنتيها أو أكلتيها كانت بتحتوي على نسبة منها. لكن الأم أصرت على موقفها ورفضت تقارير التحاليل، وقالت إن النتيجة دي مستحيل تكون سليمة. وبعد فترة قصيرة رجعت نفس الممرضة، بس المرة دي معاها أوراق. قالت لها بسرعة إن المستشفى محتاجة توقيعها فورا، لأن حالة الطفلة حرجة جدا ولازم يدوها تركيبة طبية خاصة عشان يحافظوا على حياتها. رغم ان الام خافت الا انها قررت تقرأ الورق قبل ما تمضي، وهنا كانت الصدمة الحقيقية. الأوراق ما كانتش موافقة على إجراء طبي لإنقاذ حياة الطفلة ولا حتى خطة علاج مقترحة. الأوراق ببساطة كانت موافقة رسمية على تجربة نوع جديد من اللبن الصناعي على الطفلة. وهنا السؤال، ليه نستبدل لبن الأم الطبيعي بلبن صناعي؟ وإيه مصلحة المستشفيات في كده؟ وهل لبن الأمهات فعلا قليل عشان كده الأطفال بتحتاج بديل يخلي الشركات عاوزة تجربه على أطفال أكتر حتى لو هتعمل أشياء غير قانونية؟ والسؤال الأهم، إزاي تحول اللبن الصناعي من اختراع طبي هدفه مساعدة الأطفال اليتامى أو الأمهات المصابين بأمراض معينة لصناعة ضخمة أساس ربحها قايم على صحة أطفالنا؟ النهاردة مش بس هنتكلم عن اللبن الصناعي كمنتج، لكن هنتكلم عن الصورة كاملة، صورة أنا متأكد إنك أول مرة هتشوفها بالطريقة دي، بداية من ظهوره وإزاي انتشر بالشكل ده في العالم كله، وهل هو فعلا مفيد للأطفال ولا لا، وهل فعلا الأم بتتأثر نتيجة عدم الرضاعة الطبيعية ولا لا، وإيه مصلحة الشركات من ان الامهات تستخدمه كبديل للرضاعه الطبيعيه، وهل تنافس الشركات اثر على نسب الرضاعه الطبيعيه في العالم ولا لا. الحلقه دي مش ضد الامهات اللي استخدموا لاطفالهم اللبن الصناعي كحل بديل للرضاعه الطبيعيه نتيجه اسباب واضحه واقتراح من الطبيب المختص، لكن الحلقه دي معموله ضد الخداع باسم العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الساينتست. زمان وقبل القرن ال19 تحديدا كلمة لبن صناعي دي ما كانتش موجودة لا في قاموسنا ولا حتى في خيال. الرضاعة الطبيعية كانت هي الأصل، هي الطريقة المعروفة لنمو الأطفال اللي ما فيش غيرها، وده لسبب بسيط وعظيم في نفس الوقت، وهو إن لبن الأم مش مجرد شوية سوائل الطفل بيشربهم ويشبع وخلاص، لا، ده منظومة بيولوجية متكاملة بتتفصل عمولة على مقاس الطفل. يعني إيه؟ يعني تركيبة اللبن ده ذكية لدرجة مرعبة. اللبن اللي بينزل في اول كام يوم دول اللي بنقول عليه السرسوب، تركيبته ومهمته بتكون مختلفه تماما عن اللبن اللي بينزل بعد شهر، ومختلفه كمان عن اللبن اللي بينزل بعد سنه، وهكذا لحد الطفل ما يتفطم. ومش بس كده، ده لو الطفل لا قدر الله تعب او جاله دور برد، جسم الام بيحس فورا وبيبدا يضخ في اللبن اجسام مضاده مخصصه عشان تحارب المرض ده بالذات. انت متخيل العظمه؟ وزمان برضو على مدار قرون كان لو الام حصل لها ظروف او توفت بعد الولاده كان في وظيفه رسميه اسمها المرضعة، ودي ست تانية هي اللي بتقوم بالمهمة دي. ولو الخيار ده ما كانش متاح لبعض الناس كانوا بيلجأوا لألبان الأبقار أو المعيز كحل أخير مضطرين يعملوه. وفضل الحال كده لحد ما وصلنا لسنة 1865، السنة اللي التاريخ انقسم فيها لنصين بلحظة ظهور اللبن الصناعي. البطل هنا كان كيميائي ألماني اسمه جوستس فون ليبيج، وجوستس ده كان عالم بجد زي حالاتي كده، نيته كانت شريفة جدا، كان بيدور على طوق نجاة للأطفال اليتامى أو حل طبي للأمهات اللي حالتهم الصحية بتمنعهم من الرضاعة. يعني باختصار كان بيخترع دواء مش سلع. التركيبة الأولى للبن كانت عبارة عن لبن أبقار، دقيق قمح، وشوية معادن زي البوتاسيوم وغيرها. اللبن ده كان اختراع عبقري في وقتها، بس للأسف الحلو ما بيكملش. وقتها ما كانش فيه تكنولوجيا تعقيم ولا ميه نظيفه بضمان 100%، ولا حتى وعي عند الناس بالتحضير الصح للبن، وعشان كده النتيجه كانت كارثيه. اطفال كتير ماتوا بسبب العدوى والتلوث اللي كان بيحصل من اللبن. وهنا بقى الشركات بدات تشم ريحه المليارات. الموضوع اتطور من مجرد محاوله لانقاذ الامهات والاطفال لبزنس عملاق، خصوصا بعد الحرب العالميه الثانيه. وقتها بدات الستات تنزل سوق العمل عشان يسندوا الاقتصاد اللي كان ميت بعد الحرب، والام كحال ستات كتير وقتها ما بقاش عندها وقت للرضاعه الطبيعيه. هنا الشركات لقت الفرصه جات لها على طبق من ذهب، وبدل ما يسوقوا للبن كبديل اضطراري بداوا يغسلوا دماغ
العالم بافكار مغلوطه. في البدايه قالوا للام جسمك مش هيقدر يدي ابنك جوده اللبن اللي في العلبه دي، ومش بس كده، دول مع الوقت بداوا يروجوا بان الرضاعه الطبيعيه تخلف، وان اللبن الصناعي هو عين التحضر. الاسوأ من كده انهم طلعوا ابحاث مفبركه على انها موثوقه عشان يقنعوا الامهات ان علبه اللبن الصناعي افيد بكتير من معجزه ربنا في اللبن الطبيعي. وبعدها بدات الاعلانات تلعب على الوتر الحساس، وتر الذنب عند الام، وتصور لها ان لبنها مش كفايه، وانها بتظلم ابنها باللبن الطبيعي بتاعها، وان السعاده كلها محبوسه جوه العلبه الصفيح دي. يعني على سبيل المثال الاعلانات كانت بتظهر ام مهتمه بشكلها ولبسها هاديه وجنبها ابنها هادي وساكت، وقدامهم علبه اللبن الصناعي. ومش بس كده، دول كمان كانوا بيروجوا للبن باستخدام اطفال مكلبظين عندهم خدود وصحتهم كويسه، ودي كانت رسالة خفية للأم إن صحة ابنها متوقفة على علبة اللبن دي. في البرازيل على سبيل المثال الإعلانات دي حققت نجاح كبير جدا، والأمهات فعلا بدأت تشتري الألبان المصنعة وتستبدلها بالرضاعة الطبيعية. بس الشركات ذكائها كان خبيث لأبعد حد، قالوا الإعلانات لوحدها مش كفاية، إحنا محتاجين ختم الثقة. ومين بيدي ختم الثقة في المنظومة دي؟ أيوة أنت صح، هو الطبيب. فبدأوا يوزعوا عينات مجانية على الدكاترة عشان يوصفوها للأمهات. ومش بس كده، دول دخلوا غرف العمليات، فبدأوا يتعاقدوا مع المستشفيات عشان أول ما البيبي يتولد وقبل حتى ما الأم تفوق من البنج يكون الطفل رضع أول رضعة في حياته من اللبن الصناعي. وده يا صديقي بيحرم الطفل من أغلى حاجة في حياته، الساعات الذهبية. أول لبن رباني بينزل من الأم وبيبني مناعة الطفل للعمر كله. طبعا الشركات ما وقفتش لحد هنا، دول كمان أخدوا الموضوع لليفل أعلى. كلنا عارفين الميديكال ريب أو مندوب الأدوية اللي وظيفته إنه يقنع الدكتور بالعلاج عشان يكتبه للمرضى بتوعه. الشركات هنا عملت تكتيك صايع جدا، جابوا بنات ولبسوهم لبس ممرضات شيك وبعتوهم يلفوا على البيوت والمستشفيات عشان يقنعوا الامهات باللبن الصناعي ويدوهم عينات تكفي اسبوعين بالظبط. هتقول لي الله اشمعنى اسبوعين يا عم شرف؟ سؤال ذكي احييك عليه، عشان ببساطه دي الخدعه البيولوجيه. لما البيبي يرضع صناعي لمده اسبوعين جسم الام بيفهم ان مفيش طلب على اللبن، فالمصنع الرباني بيقفل وبيريح، ولما العينات تخلص الام بتحاول ترضع طبيعي تلاقي اللبن نشف، فتضطر وهي مجبره تشتري اللبن الصناعي طول العمر. صديقي التمثيليه اللي حكيتها لك دي كان ثمنها غالي جدا. في سنه 1974 العالم اتهز بتقرير مرعب عنوانه ذا بيبي كيلر. التقرير ده كشف ان فيه ملايين الاطفال في الدول الفقيره بيموتوا، والسبب ان الشركات اقنعت امهات غلابه ان اللبن ده هو اكسير الحياه، بس للاسف سعره كان غالي عليهم. فكانت الام بتجيب العلبه وتخففها بميه كتيره جدا عشان تكفي اطول وقت ممكن، فالطفل كان بيشرب ميه بيضه ملوثه ما فيهاش اي غذاء، فبيموت من سوء التغذيه ومن الميه الملوثه وهو شبعان. الموضوع كبر وسمع في العالم كله لدرجه ان سنه 1977 شهدت اكبر مقاطعه تجاريه في التاريخ. امريكا قلبت الدنيا على شركه نسل، ومنها لاوروبا، والكل رفع شعار واحد وهو صحه ولادنا مش للبيع. تخيل ان نسله وقتها كانت مسيطرة لوحدها على 50% من السوق العالمي للألبان الصناعية. المقاطعة دي أجبرت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف إنهم يتحركوا. في 1981 طلع القانون الدولي للتسويق بدائل لبن الأم. القانون ده كان فرملة قوية لجشع الشركات، واتمنعوا من عمل دعاية مباشرة أو إعطاء عينات مجانية أو رشاوي للدكاترة تحت مسمى الهدايا. وبعدها ظهر مصطلح اسمه بيبي فريندلي هوسبيتال انيشيتيف أو المستشفيات الصديقة للطفل. المستشفيات دي عشان تاخد اللقب ده كان لازم تطرد مناديب الشركات وتمنع أي نقطة لبن صناعي تدخل بق الطفل إلا في حالة وجود ضرورة طبية حقيقية. طيب هو ليه كل الشوشرة دي؟ هو اللبن الصناعي سم مثلا؟ الإجابة ببساطة هو مش سم، بس الفكرة كلها في الشركات اللي بتحاول تشيطن الرضاعة الطبيعية. بص يا سيدي، لبن الأم ده عبارة عن بايو اكتيف فلويد أو سائل حيوي نشط مليان أجسام مضادة وخلايا دم بيضاء حية ومعادن وفيتامينات بتنزل بتركيزات دقيقة جدا. الغريب إن سبحان الله لبن الأم ده ملوش كتالوج ثابت، ده بيتحور حسب الظروف. يعني لو الجو حر اللبن بينزل فيه نسبة مية أكتر عشان يحمي الطفل من الجفاف، ولو الطفل جاله ميكروب لعاب الطفل وهو بيرضع بيبعت إشارة لجسم
جسم الام، فجسمها يصنع انتي بوديز او مضادات للميكروب ده وينزله له في الرضعه اللي بعدها، وكأن اللبن ده سحر مش مجرد رضاعه. كمان اللبن الطبيعي مليان بروبيوتيك او بكتيريا نافعه بتشكل البيئه البكتيريه لامعاء الطفل، وده اللي مستقبلا بيحميه من الحساسيه والربو وامراض المناعه الذاتيه. اما اللبن الصناعي فهو كثيف السعرات، مليان طاقه بس طاقه ميته، وده اللي بيخلي الاطفال تكلبز وتنفخ على الفاضي، وكمان بيزود فرص اصابتهم بالسمنه والسكر في المستقبل. في المقابل لبن الام فيه احماض دهنيه زي الدي اتش اي والاي ار اي بنسب ربانيه بتساهم بشكل مباشر في تطوير الدماغ وزياده معدل الذكاء. باختصار انت بتقارن بين تكنولوجيا الهيه وبين بودره متصنعه في معمل. وعلى فكره الموضوع مش بس تغذيه ومناعه، الرضاعه الطبيعيه بنقول عليها نيورولوجيكال ديفلوبمنت او تطور عصبي متكامل. على سبيل المثال عمليه السكين تو سكين كونتاكت او التلامس المباشر بين الام والطفل بتعمل حاله من الاستقرار النفسي وبتقلل افراز هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر عند الرضيع. يعني الطفل بيطلع مش بس اصح جسمانيا، ده بيطلع متزن نفسيا اكتر من غيره. وطبعا الحاجات دي كلها مش موجوده في اللبن الصناعي. هتقول لي ماشي يا عم شرف، كلامك زي الفل، بس مش كل الامهات تقدر ترضع طبيعي. معظم الامهات النهارده غير قادرين فسيولوجيا على ده. للاسف يا صديقي الكلام ده غير دقيق. واسمع دي، مجله ذا لاسنت العلميه ومنظمه اليونيسيف اكدوا ان 95% ل 98% من الامهات عندهم قدره فسيولوجيه كامله على الرضاعه الطبيعيه. حتى لو الام بتعاني من سوء تغذيه، جسمها بيعمل تضحيه بيولوجيه وبيطلع لبن بجوده عاليه عشان ينقذ الطفل. متخيل عظمه السيستم؟ الله، طب ما العلم اثبت ان الامهات اهو بتقدر ترضع، وكمان 136 دوله موقعين على اتفاقيات حمايه الرضاعه الطبيعيه، ومع ذلك لسه ارقام الامهات اللي بترضع طبيعي في النازل. الاجابه ببساطه لان الشركات نقلت اللعب لملعب جديد وهو ملعب السوشيال ميديا. دلوقتي مفيش اعلانات مباشره، في بلوجرز وانفلونسر بيحكوا روتين يومهم وازاي اللبن الصناعي ريحهم وخلاهم يناموا براحتهم ويخرجوا زي ما هم عاوزين بدون خوف على ابنهم الرضيع. هدف الانفلونسرز دول انهم يبيعوا للام الراحه المزيفه مقابل صحه ابنها، وعشان كده ما تستغربش لما تلاقي الشركات بتصرف مليارات على التسويق ده، ميزانيات بتتخطى ميزانيه الصحه في دول بحالها. والصدمه الحقيقيه مش هنا. في ابريل سنه 2024 صدر تقرير استقصائي مرعب من منظمه اسمها بابليك اي السويسريه. التقرير كشف ان شركه نسله بتلعب سياسه اسمها ازدواجيه المعايير في منتجاتها، يعني بيضيفوا سكر بتركيزات عاليه في منتجات الاطفال اللي بتتباع في الدول الناميه زينا كده، في حين ان نفس المنتجات في سويسرا واوروبا ما فيهاش ذره سكر واحده. هتقول لي وليه بيعملوا كده؟ الاجابه ببساطه عشان حاجه اسمها ادمان السكر المبكر. الطفل لما يدوق السكر من عمر 4 شهور بيحصل له تغير في براعم التذوق، فبيرفض لبن الام اللي سكره طبيعي وهادي، وبيرفض الخضار والاكل الصحي، وبيفضل مربوط بمنتجات الشركه طول عمره. يعني بيخلقوا زبون مخلص بالاجبار من وهو لسه في اللف. الثمن بقى بيكون سمنه مفرطه، تسوس اسنان، اضطرابات في التمثيل الغذائي، امراض كتير بتبدا من الطفوله. في النهايه اللبن الصناعي كمنتج طبي فهو اختراع عظيم انقذ اطفال يتامى كتير وحالات حرجه فعلا، لكن المشكله ظهرت لما الشركات قررت تحول الدواء للايف ستايل عن طريق التلاعب بالخوف وزرع الشك في قلب كل ام. عشان كده نصيحتي ليكي ارجعي للطبيعه اللي ربنا صممها بدقه، عشان صحه ابنك مش مجرد رقم في ارباح شركه. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تشتركوا في القناه. اشوفكم بخير، سلام.